مرحبا بكم من جديد في الجزء الثاني. سنغوص أعمق في اختصارات متقدمة تساعدك على التحكم الكامل بملفاتك دون الحاجة إلى استخدام الماوس. هيا بنا. لو حابب تتنقل ما بين النوافذ لو انت فاتح كذا برنامج او فاتح الملفات وفاتح المتصفح وفاتح برامج تانية وحابب تتنقل ما بينهم بكل سهولة بدل ما تحرك الماوس وتختار من الشريط من تحت البرنامج اللي انت عايزه، وتقدر بكل سهولة تضغط على Alt وتفضل ضاغط على Alt ما تشيلش ايدك وتضغط ضغطة واحدة على تاب. بعد كده هيجيب لك النوافذ اللي مفتوحة قدامك. لو حابين نفتح مدير المهام مباشرة علشان نشوف الموارد المستهلكة او البرامج اللي مستهلكة موارد الجهاز او نشوف اداء الجهاز عامل ازاي عامة، نضغط على كنترول شيفت اي اس سي. لو حابب نفتح نافذة جديدة هضغط على كنترول ان. لو فاتح انا مثلا نافذة ايا كانت زي النافذة دي هضغط على كنترول ان. يعني لو فاتح مثلا مكان معين في ملفات وحابب افتح نافذة جديدة علشان انقل الملفات مثلا من هنا لهنا بسرعة او اجيب حاجة من هنا لهنا هضغط على كنترول ان. او لو انا على سطح المكتب وحابب ان افتح الملفات ممكن برضو اضغط على كنترول ان. لو حابب اني اعيد تسمية اي حاجة على جهاز الكمبيوتر، لو حابب اني اغير اسم اي حاجة على جهاز الكمبيوتر مش هضغط كليك يمين واضغط على رينيم، لا، كل اللي في الامر ان هحدد الحاجة اللي انا حابب اني اغير اسمها واضغط على F2. زي ما احنا شايفين نقدر نغيرها بكل سهولة من خلال الضغط على F2، نكتب اللي احنا عايزينه وبعد كده هنغير للاسم اللي احنا عايزينه. إذا كان لديك أي سؤال أو أردت معرفة اختصارات معينة، أخبرني في التعليقات.